وقع وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم عقد مشروع شركة كومافلا هونغ كونغ كامفيل هونغ كونغ كو دي الصينية المتخصصة في صناعة جميع أنواع الحقائب وخامات الأقمشة والإكسسوارات اللازمة لصناعة الحقائب وأمتعة السفر لإنشاء مجمع صناعي متكامل بمنطقة القنطرة غرب الصناعية على مساحة تبلغ 80,000 متر مربع باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار بما يعادل مليار جنيه مصري، ويوفر 2000 فرصة عمل مباشرة. ويستهدف المشروع تصدير 80% من إنتاجه إلى الخارج وتوفير 20% للسوق المحلي، وبحجم إنتاج أكثر من 22 مليون قطعة سنوياً. ومن المنتظر أن يفتتح المصنع بنهاية عام 2026، هذا وقد وقع العقد خوي هايلونغ رئيس الشركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة. وأكد وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تمثل نموذجاً ناجحاً في استقطاب الاستثمارات المتخصصة، حيث تحولت إلى منطقة صناعية متكاملة تحظى بمكانة متميزة عالمياً. وأضاف أن الموقع الجغرافي الفريد لمنطقة القنطرة غرب بالقرب من محافظات القناة يجعلها بيئة مثالية للمشروعات كثيفة العمالة، ويوفر فرصاً كبيرة للنمو والتوسع الصناعي، لافتاً إلى أن توالي المشروعات بمنطقة القنطرة غرب يعكس نجاح جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الرامية لتعميق الصناعة بالمنطقة ودعم تكامل سلاسل الإمداد العالمية. كما أوضح وليد جمال الدين أن توقيع هذا العقد يرفع عدد المشروعات المتعاقد عليها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى 22 مشروعاً، بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 623.5 مليون دولار، وتوفر أكثر من 32.6 ألف فرصة عمل مباشرة، مما يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية.